العدو البجح. بعض العلماء سموا الاكتئاب باسم العدو البجح لانه بيجي في اي وقت وبدون سابق انذار. زمان الاغريق كانوا بيسموه المنغوليا واللي بتعني الحزن الاسود. الطبيب اليوناني هيبوقراط كان بيقول ان الانسان عنده 4 انواع من السوائل في جسمه: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. طبعا السوداء اللي هي الاكتئاب. السوداء دي لما بتزيد عند اي انسان بيبدا يخش في حاله حزن وكآبه وبيبقى فاقد للشغف، مش عايز يعيش حياته، ما عندوش اساسا هدف في الحياه. مش بس كده، ده كمان الماده دي لما بتزيد في الانسان بيبدا يوصل لمرحله ان هو مش قادر يحرك جسمه. فانت متخيل ان تعب نفسي ممكن يخليك شبه مشلول. وفي التراث الاسلامي ابن سينا كتب عن مرض بيخلي الانسان فاقد للشغف، وكمان ملوش نفس ان هو ياكل، وكمان مش عايز ينام، ده اصلا لو عرف ينام. وحتى اللي مش هيقول عليه مجنون كان يدوبك هيواسيه كلمه معلش واستحمل. فكره معلش واستحمل دي ما كانتش علاج، ولحد دلوقتي هي مش علاج، لان الشخص اللي عنده اكتئاب بيكون في حاله غير اللي انت متخيلها. اللي هو تخيل الشخص دوت بيكون طالع عينه حرفيا وحياته مش مظبوطه ومضطر ان هو يتعامل مع الناس، يصحى كل يوم من النوم، ده لو عرف ينام اصلا من كتر التفكير الزايد يضطر ان هو يروح شغله عشان يعرف ياكل ويشرب. ومش بس كده، ده كمان مضطر ان هو يتعامل مع مختلف الناس، اللي بيحب يهزر يهزر معاه، واللي بيحب يتكلم جد يتكلم جد. فمطلوب منه ان هو يكون عنده مرونه مع كل الناس، وهو اساسا جواه اللي مكفيه. في دكتور اسمه اندرو سولمون بيحكي عن تجربته مع الاكتئاب، ان هي جت في فتره كانت بالنسبه له غريبه جدا. الدكتور ده كان كاتب ومؤلف، والف الكتاب بتاعه بعد تقريبا فتره طويله. وفي عز ما الكتاب بتاعه والروايه بتاعته بداوا ان هم ينتشروا والفيدباك بين الناس كان كويس جدا، مره واحده الدكتور دوت حس بالملل وعدم الشغف، والروايه والفيدباك بتاع الناس ما بقوش فارقين معاه. ده بالظبط نفس اللي حصل مع الممثل الامريكي روبن ويليامز. بنسبه كبيره اعتقد ان كلنا شفنا فيلم او فيلمين ليه. ده كان ممثل كوميدي وبيعرف كويس جدا ان هو يضحك الناس، كان مشهور وكان غني وكان من ذوي الاملاك، والاهم من كل ده هو كان محبوب بين الناس. لكنه في 2014 الكيمياء بتاعت مخه بدات ما تبقاش مظبوطه، وده سبب له الاكتئاب. وفي خلال فتره قليله جدا انتحر في نفس العام. الامثله على الاكتئاب والشخصيات المشهوره اللي جالها اكتئاب كتيره جدا. اغلب الناس اللي كان بيجي لهم اكتئاب كانوا بيسموا الاكتئاب بتاعهم باكتر حاجه بيكرهوها، ودي كانت حيله دفاعيه علشان خاطر يعرفوا ان هم يتغلبوا على الاكتئاب. زي اندرو مثلا اللي كنت لسه بتكلم عليه، كان مسمي الاكتئاب بتاعه بشيطان الظهيره، لانه ما كانش بيجي بالليل بس زي ما اغلبيه الناس فاكره ان الاكتئاب والحزن بيجوا بالليل، لا ده كان عايش معاه طول اليوم. وعندك كمان جوان رولينج مؤلفه سلسله هاري بوتر، كانت مسميه الاكتئاب بتاعها بالديمنتورز، وهم اللي ظهروا في الجزء الثالث من سلسله هاري بوتر، وكان كل دورهم ان هم بيشفطوا السعاده من الجو. وحتى المخرج المصري صلاح جاهين قعد فتره عنده اكتئاب، وكان مسمي الاكتئاب بتاعه بالتنين، وكان بيكتب عنه كمان.